في أصل الحكاية هنعرف عن سوق الذهب. سوق الذهب في التجمع الخامس هيغير خريطة تجارة الذهب في مصر كلها. تعالوا نشوف أكتر التفاصيل مع بعض في أصل الحكاية. يلا بينا. معايا ومعاكم أستاذ عاصم، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا أستاذ عماد وبرنامج اصل الحكايه. منورنا النهارده في كابيتال ايدج. هذا البرنامج برعاية في أصل الحكاية عايزين نتعرف على حضرتك. انا عاصم زكريا، رئيس القطاع التجاري في شركه كابيتال ايدج. عايزين بقى نوضح من حضرتك، هو مول ذهب ولا سوق ذهب؟ وليه؟ هو سوق ذهب متكامل. وبعدين احنا يعتبر ما بنعملش حاجه جديده. احنا يعتبر بننقل التطور اللي موجود بره زي دبي وتركيا. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل افضل حاجه ممكنه تبقى موجوده هنا في مصر. وبالاخص احنا لما جينا ناخد الخطوه دي، الموضوع ما كانش مجرد فكره، الموضوع اتعمل بعد دراسه كبيره قوي. حته ان احنا نختار لوكيشن مميز ما يخدمش على مكان معين. يعني انا دلوقتي مثلا انا بتكلم في السوق ده هيبقى موجود في التجمع. هو يعتبر مش هيخدم على سكان التجمع بس، لا. انا حاولت على قد ما اقدر ان اختار لوكيشن مميز زي قطاع البنوك. لان انت يعتبر ما بينك وما بين مثلا مصر الجديده 10 دقائق، ما بينك وما بين مدينه نصر حوالي 10 دقائق. فاحنا بنتكلم ان احنا في لوكيشن مميز قوي في منتصف اكبر يعتبر 3 مدن موجودين في مصر، فيهم او عليهم اقبال شديد جدا بالنسبه للذهب. طبعا اللي كان موجود هنا في التجمع لما جينا نعمل الدراسه بتاعتنا، الناس كلها بالكامل يعني مثلا تبص تلاقيه بيدور على محل هنا، يدور على محل هنا، مفيش عنده حاجه متاحه ان هو يقدر يخش يشوف اكتر من حاجه او اكتر من اوبشن موجود. فلما جينا نعمل فكره سوق ذهب متكامل، انا هنا جمعت ما بين ان انا هيبقى عندي تجار جمله، عندي فيه تجزئه، عندي فيه ورش تصنيع اللي هي هتخدم على تجار التجزئه. كل ده هيبقى موجود معانا. حته ان حاجه او ان احنا نعمل حاجه تبقى فيها تخصص شويه، طبعا دي من اوائل الحاجات اللي هي ممكن تنجح اي مكان. المكان اللي احنا اخترناه مكان يعتبر عليه ترافيك او في حركه يعتبر 24 ساعه، لان انا حطيت المول بتاعي جنب براندات كتير. عندك في مطاعم كتير موجوده مشهوره في المكان ده. عندك جنب الداون تاون، ما بينك وما بين الداون تاون بنتكلم اللي هو يعتبر من اهم الاماكن او وسط البلد يعتبر بالنسبه للتجمع. ما بينك وما بين الداون تاون بنتكلم في حوالي دقيقتين بالظبط. ما بينك وما بين كايرو فيستيفال حوالي 5 دقائق. فاحنا بنتكلم في مكان او لوكيشن هو مش هيفيدنا انا، لان انا كل عميل جاي معايا هو مش مجرد عميل جاي بيشتري محل وخلاص. كل حد بيشتري معايا او بيكون موجود معايا هو شريك بالفعل معايا. فانا ما بدورش على نجاح انا بس، انا بدور على نجاحي انا وكل واحد هيبقى موجود معايا في المول او في سوق الذهب اللي احنا بالفعل بنأسسه دلوقتي. في أصل الحكاية عايزين نعرف في كم محل في سوق الذهب، وهل في أماكن لسه ما اتباعتش ممكن حد يجي يشتري، ولا الأماكن كلها اتحجزت؟ وسؤال أخير، إيه الخدمات اللي ممكن تخدم العملاء اللي هيجوا عشان يشتروا ويتسوقوا في سوق الذهب؟ فعايزين نعرف بعض التفاصيل من حضرتك. احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 60 محل موجودين في الوقت الحالي. طب لو هنتكلم على حته الخدمات اللي موجوده، لا، انا الموضوع بالنسبه لي ما اقتصرش على حته ان انا كل المول بالكامل يبقى كل اللي موجود فيه محلات ذهب بس. لا، انا بالعكس قدمت خدمات تانية موجوده. يعني هيبقى في عندي مطاعم، في عندي كافيهات هتخدم على كل الناس اللي موجوده. فبنسبه كبيره ما فيش حد هيحتاج ان هو يروح مكان تاني او يجيب حاجه من بره. بالعكس، اللي هيبقى داخل ان هو يشتري ذهب او بيبص على حاجه في محل معين او الكلام ده كله، سواء اكل او شرب او الكلام ده كله، كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده بالفعل في نفس المول. تمام. طيب، حته الاماكن اللي موجوده اذا كان لسه في حجوزات معانا ولا لا. احنا الحمد لله انتهينا من المرحله الاولى كبيع في سوق الذهب، ودلوقتي فتحنا المرحله الثانيه. في لسه بعض الاماكن موجوده
وناس كتير تقدر ان هي تستفاد معانا. بس مين اللي هيقدر ان هو يستفاد معانا بالفرصه دي؟ اللي هيقدر يحسبها صح. عايزين خصم في اصل الحكايه. طيب، يمكن الخصم ده احنا بالفعل يعني هو حرفيا ما فيش خصومات الفتره دي خالص، بس عشان طبعا وجودك يا عماد معانا النهارده وكل متابعين اصل الحكايه هيكون في خصم 10% لكل متابعين اصل الحكايه في سوق الذهب ان شاء الله. في اصل الحكايه خليك معايا واستفيد بال10%. وفي اصل الحكايه عايزين نعرف التفاصيل عن انظمه الحمايه اللي ممكن تقدموها لاصحاب المحلات، بحيث ان يبقى صاحب المحل مطمن. ايه اللي يخليه يجي يشتري في سوق الذهب غير لما يكون مطمن؟ ففي انظمه حمايه، فعايزين نعرف اهم التفاصيل عن انظمه الحمايه اللي بتقدموها لاصحاب تجار المحلات. اكيد يا زماد، دي من اوائل الحاجات اللي احنا طبعا اكيد فكرنا فيها. كل انظمه الامان اللي ممكن تتخيلها طبعا اكيد وفرناها، زي مثلا اجهزه الانذار اللي موجوده في المول، كاميرات المراقبه، الامن والحراسه. علشان كده احنا جايبين شركه اداره وتشغيل هي اللي هتبقى مسؤوله عن كل الحاجات دي فيما بعد مستقبليا. يعني انا بالنسبه لي انا مش ببيع دلوقتي، والناس بعد كده هتفكر في حته هنامن الجزئيه ديت ازاي، هيتعبوا مع بعض كملاك للوحدات اللي موجوده. لا، في شركه اداره متخصصه موجوده هتكون ملمه بكل الحاجات دي. فقره ضرب نار. الفقره دي عباره عن ايه؟ معانا سؤال، السؤال ده حضرتك هتقراه، عايز ترد عليه هترد عليه، مش عايز ترد عليه هتمسك الكارت وتقفله. مستعد للمواجهه؟ اتفضل. انا دلوقتي بتكلم كمدير قطاع تجاري في الشركه. طيب لو انا تاجر ذهب، هل هشتري في سوق الذهب ولا لا؟ اكيد طبعا، يعني لازم اجاوبك على السؤال، لان هو يعني بجد انا بحكي على السؤال ده جدا. تمام. يمكن انا قلت لك كلمه في اول الحلقه خالص، ان اللي هيشتري في المول ده اللي هيحسبها صح. تمام. فانا من اوائل الناس، حتى لو مش تاجر ذهب لازم احجز طبعا في مول زي ده. في اصل الحكايه في فقره اسمها ضرب نار. بيقولوا ايه؟ هم اللي بيقولوا، مش انا اللي بقول. بيقولوا انك مش هتقدر تحقق مبيعات في سوق الذهب. تحب ترد عليهم تقول ايه؟ يعني ايه مش هنقدر نبيع؟ لا بالعكس، انا هجاوبك على السؤال ده وهرد على كل الناس اللي اكيد برضو حابه تسمع الاجابه. مبدئيا الناس كانت ممكن تقلق لو انا عامل مجرد محلين، عامل عدد بسيط او عدد محدود قوي من محلات الذهب في المول، لكن انا عامل سوق ذهب متكامل بيضم معانا سواء الجمله او التجزئه زي ما وضحنا طبعا في البدايه. تمام. انا هنا بحاول اعمل فكره، والفكره دي هتكون عباره عن ايه؟ انا يعتبر بعمل عاصمه للذهب، مش في التجمع بس، في التجمع ومدينه نصر ومصر الجديده. وعلشان كده احنا لما اخترنا اللوكيشن ده اخترناه علشان زي ما قلت لك في البدايه برضو، انا اللي جاي يشتري معايا هو مش مجرد عميل جاي يشتري محل وخلاص، اللي جاي ده هو شريك معايا، والكلام ده كله مش هيبان اكتر طبعا غير على ارض الواقع. حضرتك شايف ان المول دوت هينجح وهيبقى فيه منافسه بينه وبين المولات او اسواق الذهب اللي خارج مصر؟ يبقى في وجه منافسه او في وجه مقارنه؟ هل هينجح زي ما نجحت في دبي والمشروع ده نجح في تركيا؟ هل المشروع دوت هينجح في مصر؟ اكيد طبعا يا زماد، لان يعني الاقبال اللي موجود دلوقتي من العملاء على سوق الذهب يبين كل الكلام ده. وده السبب، لان اكيد الناس ديت برضو قبل ما تتصل بيا او قبل ما تيجي الشركه او قبل ما يحجزوا معايا اي وحدات، اكيد الناس دي حساباتها حسابات كتير قوي. ليه؟ لان انا كل يعتبر كل مقومات النجاح اللي ممكن تنجح اي مشروع موجوده عندنا، سواء لوكيشن مشروع، سواء من تخطيط من البدايه، سواء شركه اداره وتشغيل، استشاري هندسي، كل مقومات النجاح اللي ممكن تنجح اي مشروع هي موجوده. علشان كده الاقبال اللي موجود الفتره دي على سوق الذهب احنا نفسنا ما كناش متوقعين انه هيبقى بالشكل ده. في اصل الحكايه تعالوا معايا، اتكلمنا في اول اللقاء عن خصم محتاج العملاء بتوعي او العملاء اللي بيتفرجوا على البرنامج يلاقوا حاجه احسن. فانا طبعا في حاجه زياده، يعني اديني حاجه زياده لاصل الحكايه. اكيد طبعا يهمنا ان كل المتابعين وكل التجار المتابعين لاصل الحكايه يكونوا مبسوطين جدا. علشان كده ان شاء الله اي حد هيتواصل معانا وهو من متابعين اصل الحكايه هيكون الخصم بدل 10% 15%. ومش بس كده، لا ده هيكون في حاجات تانية كتير، هيبقى في انظمه سداد مختلفه، في مرونه في السداد، وفي خصومات هتبقى افضل من كده بكتير للكاش. والكلام ده طبعا هيكون لكل متابعين اصل الحكايه بس. وفي اصل الحكايه زي ما اتعودنا دايما ان الضيف هو اللي بيختم الحلقه. انتظرونا يوم الخميس
مع عماد كودك في أصل الحكاية، وعروض حصرية من سوق الذهب مع شركة كابيتال إيدج. هذا البرنامج برعاية أصل الحكاية مع عماد كوداك. تعالوا نشوف أصل الحكاية.